بيراميدز تاني. والاهلي خد الدوري والاهلي خد الدوري، مبروك للنادي الاهلي، الاهلي خد الدوري. طبعا هناك حرقان في 100 عقبه، هناك حرقان في 100 عقبه. الزملكاويه شجعوا بيراميدز، الاهلي غلب بيراميدز رايح جاي، الحكايه خلصت. الاهلي يفوز على بيراميدز رايح جاي في الدوري على منافسيه، يعني بيراميدز اللي بتنافس الاهلي يفوز عليها رايح جاي ويقترب من الدوري وتأكيدا بمساعدة جمهور الاهلي. هم الزملكاويه كده. فانا بقول لكل واحد زملكاوي ما تزعلش، انا عارف اللي انت عندك حرقان. في هناك انابيب مرهم في الصيدليات بتتباع، هتاخدها وما عادش هتشجع كوره تاني. ما هو انتوا وشكوا حلو، شجعتوا انديه العالم كلها ضد الاهلي، والاهلي برضه بقى يحرقكم ويحرقكم وياخدوا البطولات. هتعملوا تاني؟ انتوا النادي الوحيد اللي بيهرب من الاهلي في اي مواجهه وفي اي بطوله، والاخر بتشجعوا منافسين ان كان عربي ولا افريقي، في افريقيا ولا في مصر، والاخر بتروحوا مكسورين الخاطر. هي كده. انا عارف ان انتوا مش هتناموا الليل. مبروك للاهلي الدوري، ومن ماتش النهارده بيأكد على الدوري في الجزيره. الاهلي بقى من النهارده هيفكر في الدوري القادم، لان خلاص الموضوع بينه وبين بيراميدز اتسع. بيراميدز خسرت الست نقط الماتشين، والاهلي خد الست نقط منه، وكان في نقطه بينهم زياده بعد المؤجلات، بقوا 7 نقط. مهما بيراميدز تجري الايام اللي جايه دي مش هتلحق الاهلي بمساعده الزملكاويه. مسؤول على اخواتنا الزملكاويه. واحلى مسا عليك يا شيم، ده انت عندك غير ليه ولا هتكسر حسين الشحات ولا؟ طبعا الزملكاويه يقول لك ده طرد، غير ده طرد مظلوم، ده مش عارف ايه، ده جول مش عارف ايه، ده ضربه الجزاء مش ايه، ما هم دي كلام. خلاص الحكايه باح، الدوري خلص. يا ريت بقى زملكاويه كده كل واحد ياخد ايده في ايد اخوه ويروح ينام. الدوري بقى في الجزيره، بنفكر في الدوري اللي جاي. لا تقول لي بقى لا ضربه جزاء غير مستحقه ولا طرد الشيمي غير مستحق. الموضوع خلص. وزي ما قلت لك كده، في مرهم في الصيدليات، خدهم ما عادش تشجع كوره تاني. والمرهم دي متوفر كتير. واحلى مسا على جمهور الاهلاويه، ومبروك الدوري للاهلي، واحلى مسا عليكم، وتصبحوا على خير.